لابسة العباية السوداء بتاعتي كنت موجودة في شقتي. أنا مطلقة وعايشة لوحدي. حصل لي موقف مع بتاع الأنابيب اللي جاي يغير لي الأنبوبة. الموقف ده غريب جدا وعليه حتة خرطوم ما حصلش. بجد كبير جدا، أنا نفسي ما صدقتش. كنت معقولة يحصل لي اللي حصل لي ده؟ أنا اسمي رندا، مامتي متوفية. كنت عايشة مع أبويا وأبويا حب يتجوز واحدة تانية، نتجوزها وجاب لي شقة باسمي وكتبها لي وقال لي الشقة دي أنتي هتعيشي فيها. أنا الحمد لله مادياً مرتاحة جداً، حتى والدي مرتاح جداً. المهم أنا اتجوزت فترة واتطلقت، بس بسبب إن هو ما كانش بيحترمني، كان بيخوني. المهم أنا عايشة لوحدي في شقتي، لا بيا ولا عليا، وفجأة الأنبوبة بتاعة البوتاجاز بتاعتي خلصت. كنت عايزة أطيرها، فطبعاً قلت لواحدة صاحبتي من جيراني، قلت لي أنا عايزة أغير الأنبوبة، خصوصاً إن أنا كنت جديدة في الشقة دي، مش عارفة أي حاجة في أي حاجة. جارتي اللي ساكنة جنبي قالت لي في واحد اسمه محمود بيغير الأنابيب بتاعة البوتاجاز. قالت لي لو أنتي عندك الأنبوبة خلصانة وكده فأنا ممكن أكلمهولك، أنا عندي الرقم بتاعه. قلت لها طيب يعني أنا جديدة، أنا مش عارفة أي حاجة، قوليلي يعني عايزة الأمورة ضروري أرن عليه دلوقتي ولا أرن عليه إمتى؟ هو ده دلوقتي هيكون فين؟ قالت لي لحظة خليكي واقفة دقيقة واحدة، هرن عليه أنا من قلبي وهقولك إذا كان في أنابيب ولا لأ، وهقولك ينفع يجيلك ولا لأ. قلت لها أوكي اتفضلي يا روحي. وفعلا رنت على محمود ده. بعد ما رنت عليه يا جماعة قال لها أنا خلاص قدامي كام أنبوبة هزرعها وهجيلك. جارتي قالت له بسرعة عشان إيه؟ عشان السكنة الجديدة الأنبوبة بتاعتها خلصت ومش عارفة تعمل أي حاجة. قال لها حاضر. وفعلا اللي اسمه محمود ده استنيت ساعة كاملة وجيه. باب الشقة اللي يخبط. أول ما خبط باب الشقة أنا رحت فتحت. قلت مين؟ قال أنا محمود بتاع الأنابيب. طب حمد لله بسلامتك، وعلى فكرة أنا كنت في انتظارك وكلمت صاحبتي عليك إني محتاجة أنبوبة ضروري جدا. قال لي ممكن يا مدام بعد إذنك أدخل المطبخ؟ قلت له اتفضل. دخل المطبخ وشاف الأنبوبة القديمة، وفعلا الأنبوبة خلصت. طب بصي أنا هجيب لك الأنبوبة وغيرها لك، بس خلي باب المطبخ مفتوح. قلت له تمام يا محمود. بعدين قال لي استني عليا اصبري شوية، وفعلا نزل تحت وأنا كنت مستنياه فوق. بعد شوية طلع وجاب الأنبوبة معاه، كان شايل على كفه، ودخل البيت وطلفه وراح عند المطبخ، فضل غير الأنبوبة، فك الأنبوبة القديمة وركب الأنبوبة الجديدة. ما تتصوروش يا جماعة بجد قد إيه كنت سعيدة ومبسوطة بالموضوع ده. كنت فعلا فرحانة لأني كنت مزنوقة زنقة ما حصلتش. المهم بعد ما خلص قال لي انتي ايه فادنا يا مدام، اي حاجة محتاجاها عايزاها ده رقمي، ورن عليا على طول، مش لازم يبقى فيه عزول ما بينا. قلت له عزول يعني ايه؟ قال لي ولا صاحبتك ولا قريبتك ولا انتي عايزة اي حاجة اطلبيها بنفسك. قلت له حاضر يا محمود. قال لي مش عايزك تقولي لي محمود. امال عايزني اقول لك ايه؟ قال لي قولي لي يا حوده، على اساس ان انا يعني هو عايزني ان انا ادلعه اقول له يا حوده، هو لسه النهارده انا شايفاه ومتعرفه عليه النهارده، بس هو اللي ركب لي الانبوبه. قلت في نفسي امال لو انا كنت عارفاه مثلا بقالي سنه او سنتين كان عمل ايه؟ المهم قال على فكره انا شغال في الشغلانه دي بقالي 7 سنين. طب ربنا يعينك ويساعدك ويقويك. قال لي على الله والله، بس بنتعب قوي فيها ومحدش بيقدر. قلت له هتعمل ايه؟ ما هو اكل العيش كده. قال لي رماك على المر الامر منه، ومعلش مفيش حد مرتاح في الدنيا دي، ولازم تتعب وتشقى وتجتهد، ربنا يوفقك ويكرمك. قال لي بقولك ايه، انت فادنة ولا ارمله ولا مطلقه؟ قلت له مطلقه. قال لي ليه اتطلقتي؟ ده انت بسم الله ما شاء الله عليكي جميله كلك انوثه، وبصراحه يعني اي حد في الدنيا يتمناكي، يتمنى التراب اللي انت بتمشي عليه. قلت والله يلا كل حاجه في الدنيا دي اسمها نصيب. وبصراحه هو كان مهملني وكان بيخوني وكان معاملته مش كويسه معايا. قال لي ازاي ملاك جميل زيك المفروض اللي يتجوزوا يعاملوا كل لين ورقة وإحساس ولطافة كده، تقول يلا مش كله بيفهم، مش كله بيقدر. قال لي لا إن شاء الله ربنا هيوفقك ويكرمك بواحد أحسن واجدع منه بمليون مرة. قلت له تسلم يا محمود. قال لي قلت لك إيه؟ قلت لك حودة مش محمود. قلت له ماشي يا سيدي حودة. قال لي الله طالعة من بقك زي العسل والسكر كلمة حودة. قال لي ميرسي ليك. قال لي بص بقى يا ستي، فضل يلمح وفضل يقول كلام وريب وعريض. قال لي إن هو كمان مطلق، طلق واحدة يعني كان متجوزها، طلقها من 2.5 سنين، نفسه يتجوز مرة تانية وجرب حظه، وإن الوحدة الصعبة بالنسبة له. فضل يقول يمين شمال شمال يمين لحد ما شفت حاجات غريبة وعجيبة. بدأت حاجات غريبة جدا خصوصا من تحت، حسيت إن هو فعلا يعني مش ناوي يجيبها البر. قلت له طيب خلاص يا محمود، عايز حاجة تانية؟ انت طولت قوي هنا يعني ومحد يسأل عليك لحد ما يكون محتاج أنبوبة ولا ايه؟ قال لي عادي ولا يهمك، انا ما صدقت لقيتك انتي احلى زبونه اروح ليه يركب لها الانابيب. قلت له ماشي يا سيدي تسلم. قال لي بلاش سيدي، قولي لي حوده. المهم يا جماعه قال لي نفسي في حاجه. قلت له اتفضل،
هي إيه؟ قال لي نفسي أشرب كوباية شاي. قلت له حاضر، وعملت له كوباية شاي وشربها. قال لي طب بصي انتي امتى لما بقى تخلص تاني؟ قلت له ايه عرفني، ممكن تقعد اسبوع اسبوعين. قال لي طب بصي، الرقم عندك اول ما تخلص رني عليا، والمره اللي جايه هجيبلك معايا مفاجاه جل. فضيب قال لي بيب ايه؟ قال لي بس انتي اصبري عليا، اصبري لما لحد ما الانبوبه تخلص. ما تتصوروش يا جماعه، كلامه اثر فيا جدا لدرجه ان انا عملت حاجه يعني غريبه شويه. كنت بسحق ميه عمال على بطال، وكنت بستهلك الغاز بتاع الانبوبه بطريقه كبيره، على أساس أعرف إيه المفاجأة اللي هو قال لي عليها وإيه الحاجات اللي هو هيعملها. المهم يا جماعة بجد يعني أنا نفسي الشخص دوت كلامه كان غريب جدا معايا. الحالة بتاعته جديدة بالنسبة لي، أسلوب جديد، طريقة جديدة، شخصية جديدة. فإحنا محتاجين دكتور علم نفس علشان نشخص الشخصية دي. بس في النهاية بصراحة هي كانت تجربة مجنونة شوية، بس أنا كنت عايزة يعني أعملها. كنت عايز أعرف آخرته إيه بالظبط، هو عايز يوصل لإيه، وإيه المفاجأة اللي هو قال لي عليها. ما تتصوروش يا جماعة لما خلصت الأنبوبة ورنيت عليه كانت المفاجأة غريبة جدا. عمري ما توقعت إن المفاجأة اللي هو فعلا كان يعني هيقول لي عليها بالشكل ده. علشان تعرفوا المفاجأة وباقي قصة استنوني في الجزء التاني. يلا أشوفكم على خير في الجزء التاني. مع السلامة.